بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناتي إزاي الحياة بتتغير، أحييكم وأقدم لكم فيديو جديد عن حاجة مهمة جدا علشان أحذركم منها، بما إنكم بقيتوا أخواتي وأصحابي وحبايبي دلوقتي بعد ما فتحت قناتي، ولازم أقول لكم على كل الحاجات اللي ممكن تستفيدوا بيها وأحذركم منها. حبايبي وأخواتي وبناتي، كل واحدة فينا تحب تبقى عندها كل حاجة، وكل عروسة عايزة تجيب كل حاجة في جهازها. والنهاردة سمعت قريبتها جابت طقم سيراميك بكام ألف، وواحدة تاني جابت جرانيت، واحدة تاني جابت أطقم استانلس، واحدة تاني جابت مثلا تيفال. طيب بعد ما اشترينا ده كله، والأم طبعا أكتر حاجة تحب تشتريها تشتري لبناتها، فطبعا لازم بنتها تجيب أحسن من بنت أختها وبنت عمتها والجيران وكل حاجة، وبنتها تجيب كل حاجة، وأنا جبت وأنا سويت وأنا عملت. طيب جبت ايه؟ جبت طقم سيراميك بكام؟ مش عارفة بكام ألف. جبت طاسة سيراميك مش عارفة بكام، 100 وكام ولا 200 وكام، وأسعار فوق كده وب500 وب400. طيب الأنواع اللي بتشتريها ايه الأنواع؟ ناس يقولوا جبنة نوع مصري، ناس يقولوا نوع صيني، نوع تركي. طيب أقول لكم أنا تجربتي مع السيراميك، تجربة لا تبشر بالخير أبدا، ونهايتها الفيديو التحذيري ده. اتفضلوا شوفوا، ده شكل الطاسة بعد سنة من شراها، ومع كل احتياطات الأمن والأمان، وبعمل يعني شوكة ولا معلقة ولا كبشة اللي هي بتبقى مخصصة ليها، ما بستخدمش أي حاجة حادة وما بعملش أي حاجة. وتفضلوا شوفوا، ادي طاسة تركي شارياها بالشيء الفلاني. وتفضلوا شوفوا النوع اللي كنت بدافع عنه في السيراميك واقول لازم كلنا نشتري منه، وسيبكم من التركي ومن المصري ومن الصيني والكلام ده كله، دي كوري. شايفين الحتت السودة دي اللي في قعر الطاسة دي؟ مش سكينة خدشتها، ولا دي معلقة ولا شوكة ولا اي حاجة، ولا دي وساخة في الطاسة. دي يا جماعة تآكل السيراميك بعد مرور الزمن. ايوه الطاسة ما شاء الله بتقلي حلو خالص، تحمري فيها الحاجة من غير ما تلزق، وما شاء الله تطلع البيض زي الفل، وتطلع الفراخ ما تلزقش، والكفتة وكل حاجة تحب تعمليها ما شاء الله. كمية دهون بسيطة جدا، ممكن ما تحطيش دهون وتطلع الحاجة زي الفل، ما اتكلمتش في كده. لكن النتيجة زي ما انتوا شايفين، معنى ان هي بتتاكل بالطريقة دي انها بتتفاعل مع الاكل اللي بناكله. وتجارب كتير لاصحابي وقرايبي مع الحلل السيراميك، وجايبين انواع غالية جدا، مش هقول لكم على الاسعار عشان انتوا اكيد عارفينها في السوق. النتيجة زي النتيجة اللي انتوا شايفينها. طيب احنا ليه نجري ورا نجيب سيراميك، نجري ورا نجيب تيفال، نجري ورا نجيب الأطقم الجرانيت اللي طالعة جديد؟ طب احنا ما نعرفش لازم قبل ما نستعمل اي حاجة، ولا نجري ونشتري ونجهز ونعمل وندفع مبالغ طائلة، وسيبكم من الفلوس اللي هتدفع، صحتكم وصحة عيالكم وصحة الناس اللي هتاكل في الحاجات دي هتبقى النتيجة ايه؟ ربنا يعافينا ويعافيكم ان شاء الله. المهم بعد العمر ده كله، بعد التجارب مع كل حاجة، سيبكم من التيفال ده شهر والتاني وتلاقي الحلة اتجرحت، استعملت معلقة خشب، استعملت معلقة مش عارفة ايه، هتتجرح. احسن حاجة، مش هقول لكم يعني افضل حاجة ممكن الواحد يشتريها بعد السيراميك ده والحاجات دي، هي الاستانلس. ومش اي استانلس يا جماعة، ادفعي في الاستانلس اي مبالغ ممكن تشتريها بيها.
حلال فيه الفلوس. عارفين الطاسة دي اديلها حوالي 17 سنة عندي او 18 سنة. شايفين منظرها؟ لا اتأكلت ولا اتعملت ولا اي حاجة، هي اصلا ديبان. المفروض انها تبقى زي الشواية ويتحط فيها الاكل من غير مية ومن غير اي حاجة ولا دهون ولا اي حاجة، وبيتقفل عليها وتطلع الحاجة زي الفل وما ما بيتلزقش فيها الاكل. مادام سخنتيها كويس يبقى مش بيلزق فيها الاكل. دي احسن حاجة ممكن تشتريها. وبرضو ولما تشتري الاستانلس تراعي فيه الشروط بتاعة الامان بتاعته. ما تشتريش الاستانلس اللي هو عبارة عن حاجات مطلية بمواد معينة، مش عارفة صاج ومطلي بطبقة تاني او حاجة. تشتري الحاجات الاصلية. انت هتشتري طقم هتدفع فيه مبالغ طائلة، يبقى تشتري الحاجة الأصلية. سيبك من أي حاجة رخيصة. ما تشتري مع إمكانياتك، ما تسمحش تشتري حاجة غالية خالص. اشتري على قد، اشتري طاسة وحلة. اشتري مثلا حلة النهاردة، بعد سنة بعد 2 اشتري حلة تاني. تشتري طاسة النهاردة، بعد سنة ولا 2 اشتري طاسة تاني. هتعيش معاكي العمر كله زي ما بيقول. ودي تعتبر من الحاجات المعمرة. يعني زي ما بندور نشتري بوتاجاز بكام ألف، ندور نشتري تلاجة بكام ألف ونقول دي حاجات معمرة، برضو اطقم الاستانلس الغالية الماركات اشتريها. ما تشتريش الحاجات اللي هي رخيصة وخفيفة والكلام ده كله. دي بتبقى فيها كل الشروط اللي انت هتحقق لك الامان في الاستانلس، وهتوزع الحرارة وتخلي الحاجة ما تشطش، وتخلي الحاجة تطلع طعمها زي الفل، ما تبقاش فيها اي تفاعل. ده هو فيديو النهاردة. تاني حاجة نسيت اقولها لكم، ان انا قريت ان السيراميك والجرانيت لما بيتسخن على النار بيطلع غازات سامة. انا طبعا مش اخصائية، بس هما بيقولوا كده. حتى انت وانت بتعملي عليها الحاجة على النار بتحسي ان في ريحة غريبة، وطعم الاكل بيتغير مع الوقت. فارحمونا وارحموا عيالكم وارحموا نفسيكم، وابعدوا عن طاسات السيراميك والحلل السيراميك والحلل الجرانيت، ونرجع للحاجات اللي استلس، لان هو ثبت مع الايام الطويلة دي كلها والخبرات وكل الخبراء الطهاة اللي بيستعملوهم، والعلماء اللي هم بيصنعوا الحاجات دي، ان فعلا الاستانلس انضف نوع ممكن تستعمليه. ولازم يكون نوع جيد موزع للحرارة، يكون بدرجة معينة، وبيبقى مكتوب ومختوم على كل حلة وكل طاسة هتشتريها النسب بتاعت المادة المصنوعة منها الاستانلس. وكل سنة وانتم طيبين، ومتعنا الله ومتعكم بالصحة والعافية، وقاكم شر الأمراض. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم.